السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، طلاب قناة أخبار وزارة التربية. قبل لا نبدأ بالفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. جيناكم آخر أخبار وزارة التربية. عادل وزارة التربية تعلن إضافة مادة التربية الأخلاقية للصفوف الأولية الابتدائية والثانوية، وتركز على الجوانب القيمة والسلوكية للطلبة بالتوازي مع الجوانب العلمية، وهي مادة إثرائية غايتها التعريف في القيم الأخلاقية العامة للتلميذ والطالب. أضافت مادة جديدة التربية الأخلاقية للصفوف الأولية الابتدائية والمتوسطة، مادة جديدة فوق موادهم. وأيضا عاجل تعطيل الدوام الرسمي في محافظة البصرة يوم الاثنين القادم بذكرى وفاة الرسول. البصرة تعلن تعطيل الدوام الرسمي بذكرى وفاة الرسول. وأيضا تعطيل الدوام الرسمي في محافظة واسط يوم الاثنين القادم بذكرى وفاة الرسول. وأيضا عاجل محافظة الديوانية يقرر تعطيل الدوام الرسمي اليوم غدين اليوم الاثنين المقبل بذكرى وفاة الرسول. عطلة رسمية حاليا بهذه المحافظات. وأيضا وزير التربية يوجه بتحديد يوم الخميس الموافق 19 من أيلول المقبل موعدا أقصى لاستكمال إجراءات تسوية الملاكات التعليمية والتدريسية مع إيقاف النقل بدءا من يوم الأحد الموافق 22/9. طبعا بالنسبة لعطلة بوفاة الرسول لحد الآن، لحد هاي الساعة يوم الأربعاء الساعة 3، بس هذول 3 محافظات: البصرة وواسط والديوانية. إذا هناك باقي محافظات راح تعطل الدوام راح ننشر لكم إياه على قناة التليجرام، تلقون رابط قناة التليجرام بالوصف. في أمان الله.